على طول تفكري في مجال تاني. نيجي لأول سؤال مهم جدا، هو ازاي تحددي مجال شغلك او مشروعك؟ وعلشان نسهل الدنيا هنقسم موضوع شغل ده ل3 انواع. اول نوع هو النوع الخدمي، اللي انت بتقدمي فيه خدمة معينة، زي خدمات التدريس او التدريب او التصميم او الديكور او الكوتشنج او ادارة سوشيال ميديا او مونتاج، شغل بتقدمي فيه خدمة معينة. خلاص. طيب النوع التاني هو تقديم منتج معين، زي انك تشتغلي بايدك منتجات وتبيعيها، ودي زي مشروعات الاكل والحلويات والخياطة والكروشيه وكل منتجات الحرف اليدوية، اي منتج بتصنعي بايدك. اما النوع التالت وهو التجارة والتسويق، وهي انك تشتري منتجات جملة وتسوقيها انت بنفسك او تسوقي اي منتجات للغير. دي باختصار قوي انواع الشغل. ودلوقتي اول سؤال ليكي، ايه هو اكتر مجال انت مهتمة بيه؟ انك تقدمي خدمة معينة، او بتحبي تشتغلي بايدك وتصنعي منتجات وتبيعيها، او تكوني شاطرة في التجارة والتسويق؟ فكري كويس وجاوبي على السؤال ده. تاني سؤال، ايه هي هوايتك؟